النهارده هقدم لك فيلا جنب فندق الواحة وكومباوند جرانة بواجهة أمامية وواجهة خلفية مميزة جدا. يلا جهز لقهوتك الجميلة وما تنساش الاشتراك في القناة. وانت بتشرب قهوتك الجميلة هقولك خلينا نبدأ العرض بتاعنا بالصلاة على سيدنا النبي. المساحة الإجمالية 650 متر، دي إجمالي مساحة الأرض، أما إجمالي مساحة المباني 850 متر. عندنا الفيلا على مساحة 190 متر الدور الأرضي، وعندنا الأدوار العلوي 3 متكرر علوي، كل دور إجمالي مساحة المباني 220 متر، هيديك إجمالي مساحة مباني 850 متر. وضيف على كده عندك رخصة تعلية روف فوق 25%، يعني ممكن إجمالي المساحة توصل معاك ل 950 متر. ضيف على كده إن أنت ممكن تحول الرخصة بتاعتك من سكني لإداري، يعني بكلمك في مشروع استثماري قوي جدا، تسكن بيت ليك أو لأسرتك، أو تشطب البيت ده وتأجره للوافدين أو للسياح أو لإخواتنا العرب، لأنه في لوكيشن قوي وهيدخلك عائد كبير جدا من الإيجار، أو تأجره مكان، تحول الرخصة بتاعته لإداري وتأجره مكاتب إدارية. يعني بين إيديك مشروع استثماري قوي جدا جدا. ولو هتكلم معاك عن المرافق اللي موجودة، عندنا 5 عدادات كهرباء، عداد لكل دور وعداد للسيرفس وإنارة الجاردن، وعندنا عداد مية، وعندنا بير مية كمان خاص للفيلا بتاعتك. لو هتكلم معاك عن بعض المميزات الموجودة، عندنا جاردن أمامي وجاردن خلفي. الجاردن الخلفي زي ما انتوا شايفين كده، العامل زارع فيه خضروات للبيت بياكل منه اورجانيك، ولو هنعمل حمام سباحة ينفع نعمله في الجاردن الخلفي. وكمان ممكن نعمل في الجاردن الامامي بيت للحارس للسكيورتي، وممكن نعمل فيه باركينج للسيارات. خليني اتكلم معاك عن التأسيس بتاع البيت بتاعنا، وبعد كده نخش في تفاصيل والتقسيمات بتاعة الادوار. البيت بتاعنا تأسيس كهرباء، ولما اقول لك تأسيس كهرباء يبقى كل الوصلات وكل امدادات الاسلاك واصلة بالكامل، وده العامل الأغلى والمهم والمتعب في التشطيب. بفضل الله تم الانتهاء منه. تأسيس سباكة، ولما أقول لك تأسيس سباكة يبقى إذن كل وصلات السباكة المدفونة وكل الإمدادات وجميع الإمدادات تم تركيبها، وده العامل المهم والأصعب وتم الانتهاء منه. نضيف على كده كل تأسيس وكل الإمدادات الخاصة للتكييفات تم تركيبها وتم الانتهاء منها. كل الإمدادات وكل الأسلاك الخاصة بوصلات كاميرات المراقبة تم تركيبها وتم الانتهاء منها. ضيف على كده تم تركيب وصلات الإنترنت وإمدادها وتم الانتهاء منها. ومش هنسى اقول لك تأسيس الخشب، تم الانتهاء من تركيب جميع حلوق الخشب علشان تركب الألمونتال جاهز، سواء هتركب ألمونتال او هتركب خشب او هتركب بيبان مصفحة. تم الانتهاء من تركيب جميع انواع الحلول. اذا البنود الاصعب بتاعة التأسيس تم الانتهاء منها، ولا يتبقى الا التشطيبات او الحاجات الخارجية اللي فوق الارض على حسب ذوقك انت. لو هنتكلم معاكم عن التقسيمات بتاعة الأدوار، عندنا الدور الأرضي ده للمعيشة، وممكن يبقى مكتب، لو هنعمله هنحول الرخصة إداري ممكن يبقى مكتب إداري، ولو بيت ممكن نعمله للمعيشة. عندك ممكن نعمل دايننج روم، عندك في مطبخ كبير كيتشن روم، وعندنا حمام للضيوف، كل الإطلالات بانوراما. عندنا 3 باكيات كبار ممكن نستغلهم في اي مساحة او اي تصميم احنا عاوزينه. بالنسبة لعدد الادوار، عندنا 3 ادوار علو متكرر، كل دور 220 متر، عبارة عن 4 غرف و3 حمام، في 2 غرفة ماستر. الجناح بتاع غرفة النوم ده جناح كبير، عبارة عن غرفتين في بعض، ممكن نحط انتريه، ممكن نحط غرفة مكتب، ممكن نعمل دريسنج روم. طبعا عندنا البلكونات كلها امامية واطلالات خلفية على الجاردن. الفيو بتاعك انت شايف طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفي لوكيشن قوي، وهنتكلم دلوقتي مع بعض عن اللوكيشن. بالنسبة للسعر واللوكيشن وأوراق الملكية مسجلة تسجيل شهر عقاري. انت في لوكيشن قوي في منطقة جرانة، انت دقايق من المتحف المصري الكبير ودقايق من منطقة الرماية، تقدر تروح المحور الدائري، تقدر تروح اكتوبر، تقدر تروح اي حتة في ثواني معدودة، تصلح لتملك اخواتنا من الدول العربية. السعر 20 مليون جنيه. المهتمين يتواصلوا معانا على الارقام الموجودة على الصفحة. في النهاية ببلغكم تحياتي وتقديري، كان معكم محمد المصري من شركة سفنكس للتسويق العقاري.